عنه. موضوع اليمن، وطبعا المملكة العربية السعودية بتقوم بجهود لفرض الأمن، وهناك أيضا عملية بيقوم بها التحالف. ما هو موقف الولايات المتحدة؟ موقف الولايات المتحدة الحقيقة واضح جدا بالنسبة لليمن. نحن بنعرف أنه اليمن أول شيء هي بموقع استراتيجي جدا ومهم جدا وخطير أيضا. الوضع الحالي القائم اليوم هو وضع خطير جدا بوجود الحوثيين يلي لهم تأثير سلبي على أمن الملاحة بالبحر الأحمر، عدا عن المشاكل الإقليمية مع جيرانهم، يعني خاصة المملكة العربية السعودية، ومع الجيران الأبعد يلي هي وصولا لإسرائيل. ولكن الموضوع الأساسي والمشكلة الأساسية هي مشكلة الملاحة وأمن الملاحة بالبحر الأحمر. بالإضافة للحوثيين هناك عدد من المنظمات الإرهابية الأخرى، يعني هناك نعرف تواجد للقاعدة ولداعش. فهذا الهدف مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات، وبتصور كل الحلفاء والشركاء بالمنطقة، يعني ما حدا بيختلف على هذا الموضوع. يجب على اليمنيين أن يكونوا موحدين بالمواجهة، مواجهة الحوثيين. هذا موقف الولايات المتحدة. تدعمون وحدة اليمن؟ نحن ندعم وحدة اليمن، ولكن أيضا بنفس الوقت ندعم الحوار، مؤتمر الحوار يلي عم بتنظمه المملكة العربية السعودية، يلي هو حوار جنوبي جنوبي، ونحن بندعم أي خيار بتوصلوا إليه اليمنيين بما يتعلق بالجنوب. نحن بنعرف أنه، يعني نحن بنعتبر أنه قضية جنوب اليمن هي قضية محققة، ولكن الحل يعود لليمنيين أنفسهم. وما في خلاف بشكل عام على أنه القضية هي محققة ويجب الوصول إلى حل يمني يرضي الجميع. نحن ما عم نحكي أبدا عن انفصال، عم نحكي عن حل إداري يرضي الجميع، ولكن الجهود لازم تكون اليوم مبذولة وتكون متجهة باتجاه الحوثيين وباتجاه بسط سلطة الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس الرئاسي اللي نحن داعمين لهم وداعمين لوجودهم ولحضورهم ولاستلامهم السلطة ولاستلامهم وبس سلطتهم على كامل الأراضي اليمنية. هلا طبعا نحن بنعرف أنه هناك عدد من المجموعات وعدد من الأحزاب يعني الموجودة على الأرض وعندها حضور وعندها دورة، في جزء كبير منها عنده دور مهم ومحوري وإيجابي للمساعدة للقضاء على الوجود أو سيطرة الحوثيين على جزء مهم جدا من اليمن. فيجب التعاطي معهم أيضا بشكل إيجابي.